السلام عليكم، معكم أخوكم كاز في فيديو جديد وقصة جديدة كالعادة. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب دعما لجهودنا. قصة اليوم عن شخصية من أكثر الشخصيات التاريخية إثارة للجدل والغموض من زمن آدم عليه الصلاة والسلام وصولا إلى يومنا هذا، حيث اختلفت الآراء حوله من نسبه إلى موته، وعما إذا كان نبيا مرسلا من الله سبحانه وتعالى أم إنه ولي من أولياء الله الصالحين. فقد رافق الأنبياء وعلم أحدهم ما لم يكن يعلم، وكان دليل من استقرت آراؤهم أنه نبي من عند الله أن الله عز وجل علمه بعد الأمور التي رأوا أنها لا تكون إلا عن طريق الوحي، وقالوا إنها لا يعلمها إلا الأنبياء، فحكموا بأنه نبي. وهناك من يعتقد أنه موجود وحي إلى يومنا هذا، موسى والخضر عليهما السلام. إنه الخضر عليه السلام. ذكر الخضر عليه السلام في القرآن الكريم، فقد أتاه الله عز وجل رحمة من عنده وعلمه من علمه، وقد ظهر في مشهد واحد من مشاهد حياة موسى عليه الصلاة والسلام فجأة، ثم اختفى بعد ذلك فجأة. فتبدأ قصتنا عندما قام موسى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يخطب في بني إسرائيل ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما انتهى موسى عليه الصلاة والسلام من موعظته، قام أحد من بني إسرائيل وسأله: هل هناك من هو أعلم منك يا موسى؟ فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام مباشرة وبلا تفكير: لا، ظنا منه أنه عليه السلام لكونه رسول رب العالمين أنه أعلم أهل الأرض. وهو بالطبع قال ذلك لأنه لم يكن يعتقد أحدا في تلك الفترة غيره له صلة بالسماء يأتيه الوحي مثله ليعرف ما لا يعرفه بقية البشر. وبسبب ذلك الموقف يبدأ مشهد غريب في عالم البشر، موقف لم ولن يتكرر. فقد أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام أنه هناك من هو أعلم منك على الأرض. فتعجب كلم الله عز وجل من ذلك، فسأل الله تعالى أن يدله على ذلك الذي هو أعلم منه، فكان هو الخضر عليه السلام، الذي اتفق المفسرون على أنه واحد من هذه المقامات، أنه كان نبيا أو وليا من أولياء الله الصالحين، أو في تلكم المنزلة ما بين النبي والولي. وليس هذا مهما بقدر أهمية أنه كان يعلم علما ليس يعلمه أحد إلا الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه السلام أن عبدا من عبادي في مكان يقال له مجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي، كيف أصل إلى هذا العبد؟ أمره الله عز وجل أن يحمل حوتا في مكتل، أي أن يحمل سمك في سلة ويسير في البحر، فإذا جاءت اللحظة التي تعود فيها الحياة إلى هذه السمكة أو هذا الحوت ثم يقفز في البحر، فسوف يجد هناك هذا العبد العالم. فانطلق موسى عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ الحوت في المكتل، وأخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي صار نبيا بعد وفاة موسى عليه السلام. وحمل الفتى يوشع عليه السلام السلة التي فيها الحوت، وانطلق ليبحث عن هذا العبد الصالح العالم، وليس لديهم أي علامة على مكان هذا العالم سوى عودة الحياة للسمكة التي معهما ثم هروبها إلى البحر. وعندما وصل موسى عليه السلام وفتاه يوشع إلى صخرة كبيرة بجوار البحر، وكان قد تعب من السفر، فنام موسى عليه السلام، وبقي يوشع عليه السلام يقظا يحرس نبي الله موسى عليه السلام. وفجأة ساقت الرياح موجة عالية على الشاطئ، فجاء رذاذ الماء على الحوت فدبت فيه الحياة وقفز إلى البحر. فقام موسى عليه السلام من نومه ولم يعرف أن الحوت قد دبت فيه الحياة وهرب للبحر، ونسي الفتى يوشع أن يخبره بما حدث. وسار موسى وفتاه ليلتهما ويومهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى عليه السلام لفتاه: ائتنا بغذائنا، فقد شعرنا بالتعب الشديد والجوع. وهنا تذكر الفتى تلك اللحظة التي دبت فيها الحياة في الحوت أمام عينيه، وكان قد تعجب من هذا الفعل، إذ هرب الحوت إلى البحر، وذلك عندما كان عند الصخرة. فأخبر يوشع عليه السلام موسى بما حدث، واعتذر إليه قائلا إن الشيطان هو الذي أنساه أن يذكر له ما حدث من أمر الحوت، رغم غرابة ما حدث أمام يوشع عليه السلام. فقد رأى أمام عينيه الحوت يشق الماء فيترك علامة على الماء، وكأنه يتلوى على الرمال فيترك عليها أثره. فعاد موسى عليه السلام وفتاه يبحثان عن المكان الذي هرب فيه الحوت، وبعد بحث
طويل وصل موسى عليه السلام إلى المكان الذي هرب فيه الحوت في البحر عند الصخرة التي نام عندها، وإذا برجل مسجى بثوب يجلس عند هذه الصخرة، فسلم عليه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال له الخضر عليه السلام: وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ فقال موسى عليه السلام: أنا موسى. فقال الخضر عليه السلام: موسى نبي بن إسرائيل، عليك السلام يا نبي بني إسرائيل. ثم قال له الخضر: وماذا تريد مني يا موسى؟ قال موسى: أنا أتبعك على أن تعلمني مما علمته رشدا. فقال الخضر عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا، أي إنك يا موسى ستجد في تصرفاتي أشياء لا تفهم لها سببا ولا تدري لها علة ولا حكمة، ولذلك فلن تستطيع معي صبرا. فاحتمل موسى عليه السلام تلك الكلمات، وعاد يرجو هذا العبد الصالح العالم أن يأذن له بصحبته ليتعلم من علمه على يديه. فقال له موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا اشترط الخضر عليه السلام على موسى من أجل أن يقبل صحبته، وهو أن لا يسأل الخضر عن أي شيء حتى يحدثه بسببه وحكمته، وحتى يفصل له الأمر بنفسه. فوافق موسى عليه السلام على هذا الشرط، وانطلق موسى والخضر عليهما السلام يمشيان على ساحل البحر. وهنا لم يأتي ذكر الفتى، وكأنه رجع وتركهما، وانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر. وفجأة مرت أمامهما سفينة، فسأل أصحابها أن يحملاهما معهم، فوافق أصحاب السفينة وحملوهما بغير أجر. فلما ركب في السفينة جاء عصفور، فوقف على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال الخضر عليه السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وبعد أن وصلوا جميعا إلى الشاطئ، فوجئ موسى عليه السلام بأن الخضر أخذ فأسا حين غادر الناس السفينة، وأخذ يخرق السفينة، فاقتلع لوحا من ألواحها ثم ألقاه في البحر. فتعجب نبي الله موسى عليه السلام وقال للخضر: لقد حملنا أصحاب السفينة بغير أجر وأكرمونا غاية الإكرام، ثم أنت تخرق لهم سفينتهم التي يعملون عليها لتغرقهم في البحر، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قد كان هذا التصرف الذي فعله الخضر عليه السلام عجيبا من وجهة نظر موسى عليه السلام. وهنا قام الخضر عليه السلام يذكر موسى بالعهد الذي أخذه عليه أولا في بادئ الرحلة، مذكرا له قائلا: قال: ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهنا تذكر موسى واعتذر للخضر لأنه فعل ذلك نسيانا، وطلب موسى عليه السلام من الخضر عليه السلام ألا يؤاخذه على ذلك. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فطلب منه أن يصبر عليه. ومرة أخرى يسير موسى مع الخضر عليهما السلام، فمر على حديقة يلعب فيها الصبيان، ولما شبع الأطفال من اللعب وتعبوا وجلسوا جانبا وناموا، وفجأة قام الخضر عليه السلام بقتل غلام منهم. فثار موسى عليه السلام وهو يسأل الخضر: ما ذنب هذا الغلام؟ وما هي جريمته حتى تقتله؟ فقام الخضر عليه السلام يذكر موسى ثانية بالعهد الذي أخذ عليه أول الرحلة. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ويعتذر موسى عليه السلام للمرة الثانية بأنه فعل ذلك نسيانا، وأعطاه العهد ثالثة بأنه لن يسأل مرة أخرى، فإذا سأله مرة أخرى فله الحق أن يفارقه. هذه المرة وللمرة الثالثة والأخيرة يسير موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، فدخل قرية كان أهلها على درجة عالية من البخل. فلما نفذ الطعام والشراب الذي مع موسى والخضر عليهما السلام، طلب من أهل القرية البخلاء أهلها أن يقدموا لهما طعاما، فرفضوا أن يضيفوهما أو يقدموا لهما طعاما. ومرت الساعات العصيبة عليهما بلا طعام ولا شراب، فجلس موسى والخضر عليهما السلام بجوار جدار مائل يكاد أن يسقط وينقض على الأرض. فجاء الخضر عليه السلام فجأة ليصلح هذا الجدار ويبنيه من جديد. فتعجب موسى من فعل الخضر، كيف يقوم ويبني الجدار في تلك القرية التي بخل أهلها أن يقدموا لهما الطعام والشراب؟ فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهنا انتهى الأمر، وكان الفراق بين موسى والخضر عليهما السلام. قال
الخضر لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبدأ الخضر يكشف لموسى عليه السلام أسرار تلك الأشياء والأفعال التي كان يتعجب منها، فأخبره أولا عن أمر السفينة التي خرقها رغم أن أصحاب السفينة أكرموهما وحملوهما بدون أجر. أخبره أنه فعل ذلك لأن الملك الظالم الذي كان يحكم تلك البلاد كان في هذه الأيام يستولي على كل سفينة خالية من العيوب، فأراد الخضر بأمر الله عز وجل أن يخرقها حتى يتركها الملك ثم يصلحها أصحابها بعد ذلك. وبذلك استطاع الخضر أن يكون سببا بإذن الله في حفظ السفينة من الضياع، وبذلك يبقى مصدر رزق هذه الأسرة. قال الله تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم وضح له السر في قتل الغلام وقال: إن هذا الغلام علم الله عز وجل بعلمه السابق وهو علام الغيوب أنه سيكون كافرا، وأنه كان سيرهق والديه عندما يكبر وسيكون عاقا لهما، وأن موته سيكون رحمة لهما، وأن الله عز وجل سيرزقهما بدلا منه غلاما يرعاهما ويحسن إليهما في كبارهما. قال الله تبارك وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ثم وضح السر في بناء الجدار من غير أن يطلب أجرا من أهل هذه القرية البخيلة، فأخبره أن الجدار الذي بناه دون أجر كان تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة، وكان الجدار على وشك السقوط، ولو سقط الجدار لظهر الكنز الذي تحته فيأخذه أهل القرية البخلاء، ولما استطاع الغلامان أن يحصل على كنزهما بعد ذلك. فلذلك بنى لهما الخضر عليه السلام الجدار ليحفظ لهما كنزهما حتى يكبرا فيستخرج الكنز بإذن الله عز وجل. ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله عز وجل بصلاح أبوهما في طفولتهما وضعفهما، فأراد ربهما سبحانه أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرج بنفسيهما كنزهما وهما قادران على حمايته. وهنا نتذكر قول الله تعالى: وليخشن الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم وضح له الخضر عليه السلام أن كل هذه الأمور لم يفعلها من تلقاء نفسه، وإنما كان ذلك بأمر الله عز وجل، ولذلك قال له: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. واختفى هذا العالم العابد الخضر عليه السلام بعد أن تعلم منه موسى عليه السلام دروسا في غاية الأهمية. منها تعلم منه ألا يغتر بعلمه فإنه فوق كل ذي علم عليم، وتعلم منه أيضا ألا يتسرع ولا يتكلم إلا بما يعلم ولا يوجد دليل على أن الخضر عليه السلام حي بيننا. ورجح ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر عليه السلام حي لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه أن يتبعني. فإن كان الخضر عليه السلام نبيا فليس هو بأفضل من موسى عليه السلام، وإن كان وليا فليس هو أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عن أبي بكر وسلام الله على الخضر وعلى كل أنبياء الله وأوليائه. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واجمع الله بيننا وبينهم وبين المؤمنين وأوليائك الصالحين في دار كرامتك ومستقر رحمتك في أعلى الفردوس من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.